محتاره شنو طيبي العشاء او الغدا؟ كنقترح عليك تجربي هاد الوصفه، متاكده انها غتعجبك بزاف بزاف. بيض اللحوم بشويه ديال الخضره وعلبه الطون. غادي نحضروا واحد الطبق من اروع ما يكون. فضلا ما تنساوش ليا واحد لايك، ولا كنتو اول مره كتشاهدوا القناه الف مرحبا. ما تنساوش الاشتراك، فعلوا جرس التنبيهات باش دائما توصلوا بجديد الفيديوهات. وبسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. في واحد المقله غادي نوضع واحد الكميه ديال البصله من بعد ما قطعتها على شكل شرائح. غادي نضيف كذلك واحد الكميه ديال الجزر والقرعه الخضراء اللي حكيتهم، وغادي نضيف واحد الكميه ديال الفلفله. بالنسبه للفلفله فمن الافضل تستعملوا الفلفله الحمراء. كاين واحد الفرق ما بين الحمراء والخضراء. الحمراء صراحه كتجي بنينه في بحال هاد الانواع ديال الوصفات، وكذلك حتى في الحشوات. غادي نضيف واحد الكميه ديال الزيت النباتي، شويه ديال الزبده، شويه ديال الملحه، شويه ديال الفلفل الاسود، وغادي نوضع المقلاة على نار اللي كتكون منخفضه. غادي نخلط هاد المكونات جيدا مع بعض، وغادي نغطي على هاد الخضره وكنخليها حتى كطيب تماما وكتدبال وكتعلق وكتصبح ليا على هاد الشكل. هنايا الخضره خاصها تتعسل وخاصها طيب مزيان. بالنسبه للجزر والقرعه الخضراء من الافضل انكم تحكوهم في الحكاكه اللي كيكونوا العيون ديالها كبار باش كيبقاو واضحين وكيبقاو عندنا هذوك الالوان زوينين في هذا الطبق. ملي كطيب الخضره غادي نوضعها في واحد الاناء، وفي نفس المقله غادي نوضع واحد معلقه كبيره ديال الزبده وواحد الكميه ديال الزيت النباتي. غادي نضيف واحد شويه ديال القزبر والمعدنوس اللي قطعتهم قطع صغيره تقريبا واحد 2 معالق كبار. غادي نضيف كذلك واحد 3 فصوص ديال الثوم. غادي نضيف 2 ملاعق كبيره ديال صلصه الصوجه اللي استعملتها فهي الصوجه اللي كيكون القوام ديالها ثقيل. غادي نضيف شويه ديال عصير ديال الليمون الحامض باش كنوازنوا المذاقات. غنضيف معلقه كبيره ديال العطريه ديال بسطه الحوت سبيسيال اللي كيكون فيها القشور ديال القمرون. غادي نضيفوا الملحه. هنا ردوا البال الملحه، اغلب العناصر اللي استعملناهم فهما مالحين. غنضيف شويه ديال السكنجبير، شويه ديال الفلفل الاسود، شويه ديال الكركم، وشويه ديال الهريسه هنايا فقط غير باش كنصحح المذاقات، وكيكون عندي واحد التوازن في المذاقات ماشي باش كنحرر هاد الصلصه. غادي نخلط هاد المكونات جيدا مع بعض، وغادي نخلي هاد الصلصه حتى كتشحر ليا مزيان وكتعلق وكيكون القوام ديالها على هاد الشكل تقريبا واحد 3 حتى 4 ديال الدقائق على نار عفوا على نار اللي كتكون متوسطه. صافي هنا الصلصه ملي كتعلق غادي نوضعها في نفس الاناء اللي فيه الخضره، وفي نفس المقله غادي نوضع واحد الكميه ديال الزيت النباتي. غادي نضيف الشعريه الصينيه من بعد ما نقعتها في ماء اللي كيكون مغلي، ضفت لها شويه الملحه باش ما كتجيش باسله. تقريبا كنخليوها 6 ديال الدقائق، كنصفيها كنقطعها بالقراده ديال الربيع. غادي نضيفوا ليها شويه ديال صلصه الصوجه، شويه ديال العطريه ديال بسطه الحوت باش كتجي بنينه ما كتجيش باسله. غادي نخليوها كتشحر واحد 5 ديال الدقائق حتى كيدخلوا ليها هذوك المكونات مزيان، وحتى اللون ديالها كيتبدل وكتجي غير بوحديتها كتجي بنينه. صافي هنا كنزولها من المقله وغادي نوضعها مع في نفس الاناء اللي فيه باقي المكونات. غادي نضيف واحد الكميه ديال الزيتون خضر مقطع. غادي نضيف واحد علبه ديال الطون اللي زودت ليها الزيت ديالها وفتتها مزيان، وغادي نخلط هاد المكونات جيدا مع بعض. وكيف ما لاحظتوا فهاد الطبق حضرناه تقريبا بنفس طريقه التحضير بصيده الحوت، فهي كتحضر بهذه الطريقه، وكنصحكم تجربوا هاد الطبق راه كيجي بنين بزاف. غادي ناخذ واحد القالب اللي كيدخل للفرن، غادي ندهنو بالزيت وغادي نوضع فيه هاد المكونات اللي حضرناهم من قبل، وغادي نمروا باش نوجدوا الصلصه. بالنسبه للصلصه فواحد الكاسرونه غادي نوضع واحد المعلقه كبيره ديال الزبده. الا ما كانش متوفر عندكم غادي تضيفوا ثلث كاس ديال زيت الزيتون. غادي نذوب هاد الزبده جيدا، وغادي نضيف ليها 2 معالق كبار ديال الدقيق الابيض. بالنسبه لهاد الصلصه فانا غادي نحضرها خفيفه. نتوما بغيتو تقلوها غادي تعمروا هذوك المعالق، ما غاديش تخليهم ممسوحين، عمروهم واحد شي شويه. ولكن هاد الخليط ما بين الزبده والدقيق خاصو يكون كريمي، ما خاصوش يكون معجن. الا كان معجن عرفوا بان الدقيق كثرتوه اكثر من القياس اولا الدهون قلال. يعني حاجه وحده، يا اما تنقصوا الدقيق يا اما غادي تزيدوا يا اما زبده يا اما زيت. صافي هنايا ملي كيتحمر ليا شويه هاد الدقيق مع الزبده غادي نضيف نص لتر ديال الحليب بالتدريج. وملي كيبدا يغلي ليا هذا الخليط غادي نضيف شويه ديال الملحه، شويه ديال الفلفل الاسود، واحد معلقه صغيره ديال المطارد، وجوج مربعات ديال الجبن. ما كانش عندكم هاد المربعات ديال الجبن غادي تضيفوا شويه ديال الفرماج احمر محكوك اولا 2 فرماجات يا متلتين يا مربعين. المهم هاد الصلصه ضيفوا ليها اي نوع من انواع الجبن اللي عندكم باش كتجي بنينه في هذه الوصفه. صافي هنا مباشره هاد الصلصه كيف كتغلي ليا اولا كيف كيذوب ليا هذاك الجبن غادي نطفي على النار.
غنوضعها مباشره في هذا الطبق. غادي نزين بالقليل من الجبن الموزاريلا وغادي ندخلها الفرن اللي كيكون ساخن جدا. الوقت فقط اللي غتحمر ليا فيه الطبقه الفوقانيه وكيذوب ليا هذاك الجبن. هنا مباشره ملي خرجتها من الفرن غادي نقدمها لكم. هي بصراحه هذا الطبق ضروري خاصو يبرد. هذا قد ما برد قد ما كيزيان، وكونوا اكيد انكم الا خليتوه او لا الا بيتوه في الثلاجه راه كيجي بنين 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 بزاف. انا راه من الفرن مباشره قدمته لكم. شوفوا كيفاش الشكل ديالو راه باقي صايح. الا كيعجبكم بحال هذا النوع ديال الوصفات خليوها ليا في التعاليق، ولو وصلتوا لهذه المرحله ما تنساوش واحد لايك. نتلاقاو ان شاء الله في فيديو قادم. مع السلامه.